العمل على طاعة الله في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان، بل وفي كل مقام بما يناسب ذلك المقام. هذه هي عبادة الله عز وجل. إن العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى عباد الله ليست طقوسا دينية تنتهي في وقتها فحسب، ولا ترانيم شكلية تتحرك ألسنة الناس بها، إنما هي قواعد وضوابط شرعية تتمثل في عبادة يومية وهي الصلوات الخمس، وفي عبادة أسبوعية وهي صلاة الجمعة، وعبادة سنوية تتمثل في صيام شهر رمضان المبارك، وعبادة مالية تحكم حركة المال أخذا وعطاء، وعبادة في طول الحياة وعرضها تتمثل في فريضة الحج. كل هذه العبادات إنما هي حلقات متصلة متماسكة يرتبط بعضها ببعض، كلها تهدف إلى تربية الفرد المسلم والمجتمع المسلم والأمة الإسلامية المترامية الأطراف. فالعبادة هي الأصل الذي من أجله خلق الله عز وجل الحياة والسماوات والأرض والجنة والنار. العبادة هي الأصل الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل، بل إن العبادة هي الأصل الذي من أجله خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتقل بحضراتكم إلى العنصر الثاني، وهو من نعبد. وهذا سؤال قد يبدو غريبا لأول وهلة، من نعبد؟ ولكن ستزول دهشتك إذا علمت أن في العالم كم مناهلا من التصورات الفاسدة والمعتقدات الباطلة، وأن الملايين من البشر يعبدون آلهة كثيرة من دون الله عز وجل. ألم تعلم أنه منذ آمن نوح عليه السلام أن الشرك متأصل في الأرض، فمن الناس من عبد الشمس من دون الله، ومن الناس من عبد القمر والكواكب والنجوم، ومن الناس من عبد الملائكة من دون الله، ومن الناس من عبد الحجارة والأصنام، ومن الناس من عبد الناس من دون الله. فلقد عبد اليهود عزيرا، ولقد عبد النصارى عيسى ابن مريم. والآن تعبد الطواغيت في الأرض في كل مكان إلا من رحم الله. تعبد القوميات، تعبد الأيديولوجيات، تعبد النظريات والأفكار من دون العزيز الغفار، مع أن كل الآيات في الكون تدل على وحدانية الله جل جلاله. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه واحد لا شريك له. خلق للخلق وفرش للأرض ورفع للسماء وإنزال للماء وإنبات للنبات. هل يقوى على فعل هذه الأشياء أحد إلا الله؟ كلا والله. فالذي خلق وفرش ورفع وأنزل وأنبت هل يليق به جل جلاله أن يكون له شريك؟ كلا والله. لذلك حسم مولانا جل جلاله هذا فقال في كتابه: فالمسيح ابن
مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام وما داما أكلا إذا هناك طعام وشراب وما دام هناك طعام وشراب إذا هناك خلايا وما دام هناك خلايا إذا هناك أعضاء وما دام هناك أعضاء إذا هناك حركة وما دام هناك حركة إذا هناك نوم وما دام هناك نوم إذا هناك مرض وما دام هناك مرض إذا هناك موت والله جل جلاله حي لا يموت قضي الأمر كان يأكلان الطعام لذلك ذهب رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله وقال يا إمام ما الدليل على وحدانية الله ما الدليل على وحدانية الله فرد عليه الإمام ردا عجيبا لم ينظر الإمام إلى السماء وارتفاعها ولا إلى الأرض واتساعها ولا إلى الشمس وشعاعها ولا إلى البحار وأمواجها ولا إلى الأفلاك ومدارها إنما قال الإمام الدليل على وحدانية الله ورقة الدود قيل كيف هذا يا إمام قال الإمام تأكلها الدودة فتخرجها حريرا طريا وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا شهيا وتأكلها الماشية فتخرجها لبنا نبيا وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا زكيا الأصل واحد والصنعة مختلفة فما للصنع إنه الله جل جلاله الأصل واحد والصنعة مختلفة فما للصنع أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لهم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديمة لا الشمس جنبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح يثبت العلم الحديث أن القمر يدور في مدار وفي فلك حدده له مدبر الكون وأن الشمس تدور في فلك وفي مدار حدده لها مدبر الكون كله يقول أهل العلم لو أن القمر ترك مداره ونزل قليلا إلى الأرض لاختل الحركة المد والجزر المعروفة لأهل الطبيعة وغرقت الأرض كلها بمن فيها ولو أن الشمس تركت مدارها وارتفعت قليلا إلى أعلى لتجمد كل حي يعيش على ظهر الأرض ولو أنها تركت مدارها ونزلت قليلا إلى الأرض لاحترق كل حي يعيش على وجه الأرض فمن الذي قدر لها هذه المسافة إنه الله جل جلاله لله في الآيات آثار لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك
والكون مشحون بأسرار إذا حاولنا تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت علوم الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر قدرة فهوى بها من أهواك. بل سائل الأعمى قضى بين الزحام إلى اصطدام من الذي يقود خطاك. قل للبني الذي يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله يا نخل من شق نواك. واسأل بطون النحل كيف تطاطرت جهدا وقل للشهد من حكاك. بل سائل لبن المصفى كان بين درث ودم من الذي صفاك. وإذا ترى الجبل الأشد شاطئا قمم السحاب فاسأله يا جبل من أرساك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله يا ثعبان من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله في كل العجائب حاضر إن لم تكن تراه فهو يراك. فحين أقول من نعبد يجب أن نجيب بوضوح كامل على هذا السؤال. أن نعبد الله عز وجل حق العبادة. التصرف العبادة لله عز وجل وحده. هل تصوم لله وحده؟ هل تنذر لله وحده؟ هل تتصدق لله وحده؟ هل تنفق لله وحده؟ هل تذبح لله وحده؟ هل تطوف بالبيت لله وحده؟ أم أنك تطوف بكل بيت وبكل قبر وتسأل غير الله وتستعيذ بغير الله وتستغيث بغير الله وتلجأ لغير الله وتفوض الأمر لغير الله؟ ألم تعلم أن الكون كله يسبح بحمده تبارك وتعالى؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال ربنا تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فيجب أن نخلص العبادة لله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل ساعة وفي كل حين من غير تخصيص شهر معين أو مكان معين أو زمان معين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمد الشاكرين له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. أيها الإخوة الكرام، انتقل بحضراتكم إلى العنصر الثالث والأخير، وهو لماذا نعبد الله عز وجل. نعبد الله عز وجل لأن العبادة هي غذاء الروح. فالإنسان جسد وروح، للجسد غذاء وهو الطعام والشراب، كذلك الروح لها غذاؤها ودواؤها من تعبد لله عز وجل وذكر له وشكر له وخشية منه. فإذا حرمت الجسد من الطعام والشراب أياما أصابه القلق والألم والجوع. كذلك الروح إذا حرمتها من غذائها ودوائها من تعبد لله عز وجل وطاعة لله عز وجل وذكر له وشكر له وخشية منه أصابها القلق والألم والجوع، فتتغضب ويصيبها الهلع والجزع والألم. لذلك يلجأ البعيدون عن طاعة الله عز وجل إلى كل مسكر أو مخدر أو محرم حتى ينسوا أنفسهم ذلك الفراغ
الذي يعيشون فيه في كل يوم وليلة. وأنتم تعلمون أن الغرب قد أعطى البدن كل ما يشتهيه من طعام وشراب وشهوات، وبقيت الروح في أعماق البدن تبحث عن غذائها ودوائها فلم تجد، فوقف الغرب عاجزا أمام الروح لا يملك شيئا، وذلك لأن الروح لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي، ولا يعلم دواء الروح إلا الذي خلقها وجعلها ملازمة لبدن الإنسان. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فوقف الغرب أمام الروح عاجزا لا يملك شيئا، يعيش في ضنك وشك واضطراب، لأن الروح تنادي في أعماق البدن تبحث عن غذائها ودوائها في منهج خالقها تبارك وتعالى. بل إن انتشار عيادات الطب النفسي وحالات الانتحار في الغرب فمن أعظم الأدلة على ما يعانيه الغرب من الجانب الروحي من قلق وشك واضطراب. أيها الإخوة الكرام، الروح والجسد جناحان لطائر واحد، فلا يمكن لطائر جبار أن يحلق في الفضاء وأن يطير بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة حتما سيسقط على الأرض لينكسر جناح آخر. فالإنسان بين هذين الجناحين، بين جناح البدن وجناح الروح. فعبادة الله عز وجل هي التي تغذي الروح بالحركة والهمة والعزيمة والنشاط. فمن عرف الله عز وجل أحبه وشعرت روحه بالسعادة، بل وشعر جسده بالسعادة. لماذا نعبد الله؟ نعبد الله عز وجل طمعا في جنته ورضوانه وخوفا من عقابه وعذابه. فمن منا لا يريد الجنة؟ من منا لا يريد أن يكون من أهلها وسكانها؟ من منا لا يريد أن يكون من أهل الفردوس الأعلى؟ من منا لا يريد أن ينظر إلى ذات الله جل في علاه؟ من منا لا يريد أن يشرب من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا؟ إذا أردت أن تصل إلى هذه المكانة العالية وإلى هذه المنزلة الرفيعة فعليك بعبادة الله عز وجل في كل يوم وفي كل وقت وفي كل ساعة وفي كل لحظة. يقول ربنا جل جلاله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هنا هي الجنة، والزيادة هنا هي رؤية الله جل في علاه. بل إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى عليهم مولانا تبارك وتعالى: يا أهل الجنة أرضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد غفرت ذنوبنا وأثقلت موازيننا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول مولانا تبارك وتعالى: يا أهل الجنة أولا تريدون أفضل من هذا؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا يا ربنا؟ فيقول مولانا تبارك وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ليس هذا فحسب، ويزال الستار بينهم وبين ربهم جل جلاله، وينظرون إلى ذات الله ولا ينظرون إلى شيء آخر ما داموا ينظرون إلى ذات الله جل جلاله. ومن هنا قال ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا جنوب يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غير لنا يا ربنا إلا أهله سالما غانما ولدته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا